العربية المصفحة اللي كانت شايلة 100 مليار دولار كاش اتوقفت فجأة في نص الطريق على إيد شوية ضباط شرطة مسلحين. القائد أول ما حس إن في حاجة غلط أمر قواته اللي معاه يكونوا في أعلى درجات الاستعداد، ونزل من العربية فوراً علشان يتأكد من الموقف مع الضباط دول. الضابط قالوا إن دي مجرد حملة تفتيش على العربيات وبيعملوها بأوامر من فوق، بس القائد شك إنهم مش ضباط حقيقيين فطلب يشوف هويتهم. الضباط طلعوا بطاقاتهم من جيوبهم بكل هدوء. القائد بص على البطاقات وبص عليهم وما لاحظش أي حاجة أو تغيير، وكانت نفس البطاقة اللي معاه، فاضطر يقولهم إن العربيات دي متسجلة رسمي ومينفعش يتم تفتيشها غير بأمر تفتيش رسمي من مقر قيادة TH. بس الضباط ما كانوش ناويين يسيبوهم يعدوا بأي طريقة. وقتها القائد أمر قواته تستعد للاشتباكات فوراً معاهم. ولما حصلت مواجهة بين الطرفين، الضباط ولما شافوا إنهم أقل عدد بكتير قرروا يتنازلوا وافتحوا لهم الطريق علشان يمشوا. بس على الرغم إنهم نجحوا يهربوا من حملة التفتيش دي، ملحقوش يمشوا كتير، لقوا الطريق قدامهم متقفل بعربيتين نقل كبار. واحد من العساكر اللي معاهم نزل يشوف في إيه، لكنه اتهاجم فجأة.